تعالى اقولك هنعمل ايه النهارده مع بعض. هنعمل الحمام بالرز كده، حاجه عظمه، بس من غير ما يفرقع منك ولا نسلقه ولا يفرقع في الشوربه ولا اي حاجه خالص. جبت بصلايه قطعتها مكعبات، نزلت عليها بمعلقه زبده بلدي، نزلت عليها كمان بمستكه وحبهان، قلبت البصل لغايه ما تشوح معايا، نزلت عليه بفلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، ونقلبه ونشوحه، نزلت عليه بالكبد بتاعته بس زي ما انتم شايفين، وقلبناه كويس جدا. ورحنا حاطين الرز، غسلنا الرز وحطيناه قلبناه، خد تشويحتين كده معايا، نزلت بمعلقه بابريكا كده كبيره عليه، قلبناها كويس جدا برضو مع الرز عشان يديله شكل محمر كده شويه. نزلت عليه بميه مغليه، ما غطيناش الرز كتير قوي، يا دوبك غطاه حاجه بسيطه، غطيته وبعد كده شرب ميته، وغطيت عليه لغايه ما ما تشرب معايا. بعد ما حطينا الملح طبعا، بعد ما يتشرب معانا ندفع عليه، هيتشرب نص تشريبه طبعا. جبت بصلتين كده كبار قطعتهم جوليان، ونزلت عليهم ببابريكا وفلفل اسود وزعتر وروزماري، قلبتهم كويس مع بعض، ونزلت بيهم في الصينيه اللي هنحط فيها الحمام. احنا النهارده مش هنسلق الحمام ولا يفرقع منه ولا اي حاجه، احنا هنعمله في الفرن، هيطلع الواحده بوحدتها كده جميله. حشينا الحمام كده زي ما انتم شايفين من جوه، بس ما نكبسش الرز فيه قوي، ونقفل كده الرجلين، ندخل رجلي من ورا كده، نروح مدخلين الرجل التانية من تحتيها كأنها حاطه رجل على الرجل كده الحمامية، وبعدين نحشي من عند الزور بس كده، وما نملاش الرز كتير فيه عشان ما يفرقعش مننا. هو مش هيفرقع كده كده لان احنا عاملينه في الفرن زي ما قلت لك، مش هياخد ولا يتفرتك ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين الحماميه بص معموله ازاي، مش مليانه قوي. نبدا بقى نحشي الحمام كله ونرصه كده مع بعض زي ما انتم شايفين. بصوا بعد ما رصيناه هنغلي شويه ميه، كوبايه ميه مغليه كده ننزل بيها عليهم، بس مش اكتر من كده. هنغطي بالفويل وندخله الفرن، يقعد في الفرن من تحت نص ساعة، في الرف الوسطاني يقعد نص ساعة. وبعدين نعري من عليه الغطا ونسيبه نص ساعة تاني، وبعدين دهناه بزبدة كده ودخلناه الفرن تحت الشواية، اتحمر وطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. بقى احلى حمام محشي في الفرن وبألف هنا.